ولا كلنا ناخده ونقعد عليه. رحم الله السادات عندما هدد أثيوبيا بالحرب إذا أقامت السد، وكذلك مبارك. لكنه يعطي المبرر لأثيوبيا لاستمرار هذه السياسة وزيادتها. نحن على مدى سنوات قليلة السد العالي بمقتضى هذا السد سوف يفقد قدرته على إنتاج 50% من الكهرباء التي ينتجها. أكثر من 1,000,000 فدان سيتعرضوا للبوار. سيعاني المصريون من العطش. هذه قضية أمن قومي. هذا وقال حمدين صباحي مؤسس أنتار الشعبي إن السلطة تملك إمكانيات الحديث والتحاور مع الدول الممولة لمشروع سد النهضة في إثيوبيا، وشدد على أن مصر تملك كرد فعل ودفاع عن النفس أن لا تمر سفن الدول الممولة لهذا المشروع عبر قناة السويس. الجيش الأثيوبي بيقول جاهزون للدفاع عن سد النهضة. احنا فين؟ بقى وصلت المسألة إن دولة زي أثيوبيا تهددنا بإنه يعني خلاص انتوا اضربوا راسكم في الحيط. الملف يا دكتور مرسي، هذا الملف زي ما قلت أكبر من الإخوان وأكبر من قدرات ومؤهلات الرئيس اللي انتخبناه أو اللي انتوا انتخبتوه. نظرت الإثيوبية أهي بتقول لك محمد مرسي وافق لإثيوبيا على بناء سد النهضة في مقابل $1,000,000,000. يعني بيبيع مستقبل مصر، مستقبل مصر، بيبيع الزراعة، بيبيع فلاحين مصر كلهم بأراضيهم الزراعية بالمية بتاعتهم بكل. وعليا نعمة دماغ دهد دماغ حشيش زي الخرفان لما بياكلوا نجيلة وحشيش. أن هناك اتفاق بين جماعة الإخوان والولايات المتحدة والسودان أيضا لإعطاء رخصة بناء سد النهضة. الوطن بتقول إن أجهزة سيادية رصدت تمويل قطر لحملة إعلانية لصالح سد النهضة. والآن إثيوبيا ماضية في بناء سد النهضة، وأصحاب ما يوصف بالنهضة في مصر لا حول لهم ولا قوة. إن إثيوبيا بهذا الشكل بتضر بالأمن القومي في مصر وملف المياه في مصر، وإن احنا خسرنا كده تقريبا ما يعادل ب50 مليار جنيه مية سنويا. طب حضرتك دلوقتي بتقر ان السد بتاع النهضة واحد بيتعمل، 2 هيأثر على كمية المية اللي بتجيلنا اللي هي احنا بنستخدمها طبعا في الزراعة، واللي اهم ان هو هيأثر على توربينات السد اللي هي بتولد كهرباء. تمام. في مسألة سد النهضة ضد الأمن القومي المصري. يا مفضوحين. ده سوف يضر بمصر ضررا بالغا. يا معرضين. مش هيبقى عندنا مية يا جماعة. دي المية انا بس عايز حضرتك تتخيل كده انك لو دخلت بكره اللي دلوقتي دخلت جوه الحمام وفتحت عارفه مفيش ميه، هتعمل ايه؟ هتعمل لجنه دائمه وهتزعق وهتصرخ وهتضرب وهتعمل كل حاجه. انا بقول لكم اهو من بدري، بعد 3 سنين مصر مش هيبقى فيها ميه. مجرى النيل ده الناس هتبني فيه عمارات. طيب الكلمه بقى لينا احنا الشيخين هيعمل ايه؟ الدكتور برادعي النهارده اطلق في تويتر له اعتذارا للاساءات، اعتذارا لاثيوبيا والسودان من الاساءات اللي جرت على السنه البعض في لقاء وحوار دكتور مرسي، بل وطلب من دكتور مرسي انه يعتذر لاثيوبيا. جماعة الإخوان رايحة إثيوبيا في الأيام اللي جاية. ليه بقى؟ عشان تتحالف مع إثيوبيا من أجل تحريضها على بناء سد النهضة. نهر النيل يا جماعة ده مستقبل بلد. تمام يا ريس، بس انت عارف ان إثيوبيا بتبني السد ولا مخبيين عليك؟ ولا كلمة ولا حرف عن موضوع سد النهضة، ولا الهوا، ولا كأن في أي حاجة، أو كأن الرئيس مش من هنا ولا من أثيوبيا حتى. يعني اللهم لا اعتراض.
وهي بتعمل ده لازم تعمل خزان وتفتح، وهي بتخزن الخمس سنين 16 مليار كل سنة أو أقل أو أزيد، هيأثر علينا بشكل كارثي كارثي.